فيش احترام للملكيه الخاصه ولا العامه. فبالتالي اما ينقل الاصول للصندوق السيادي هو بينهب الشعب. انا اسف ان انا اقولها بهذا الشكل الواضح، وخاصه طيب معلش يا دكتور، يعني انا معلش برضه هو سؤال اخير لان الوقت عدى كتير قوي مننا، لكن هو عندي سؤال اخير. شروط حضرتك دي اللي وضعتها، وانت رجل خبير اقتصادي شاء من شاء وابى من ابى، انت رجل استاذ اقتصاد ورجل اعمال ايضا. انا الشروط انت اشترطت انه الموازنه في مصر تبقى واحده، اللي هي الصناديق الخاصه والجيش والصندوق السيادي تبقى تحت اداره معيط او داخل موازنه واحده في الدوله. في الماليه العامه بيقولوا كده. طيب انا لما اطلعت على ما نشر وما استطعت ان احصل عليه من شروط صندوق النقد لم اجد فيها الشرط ده للاصلاح. سؤالي بقى يا دكتور، ما انا ما سالتش. انا عملت زيك بقى، معلش انا اسف جدا. سؤالي لحضرتك بقى هنا، ما سر غياب هذا الشرط ضمن شروط الاصلاحات اللي في طلبها صندوق النقد؟ اللي انت بتقوله ده للاسف معلومات من الاعلام المصري. الاعلام الاجنبي قال اوريدي ان صندوق النقد بيطالب بخروج الجيش من الاقتصاد. هم بيقولوها لا قال ايوه قال، ومصطفى بكري قال خروج الجيش من الاقتصاد، لكنه لم يتحدث عن صناديق السياديه والصناديق الخاصه. ما ده اللي بقوله. لا هقول لك، هو منذ الفتره اللي احنا كتبنا لهم وقلنا لهم ان انتوا كده بتساعدوا نظام غير انه يمتلك اصول غير مشروعه ويحولها لاصول مشروعه، عمليه غسيل اموال، وقدروا بطلوا الاقراض، الشعب مش هيدفعوا الكلام ده. النوع كتب من 3 سنين، كتبوا قال نمره 1 لو هنخرج مصر تاني لازم يبقى في شفافيه. 2 يزداد دور القطاع الخاص. ترجم ده بقى انت بالعكس، القطاع الخاص ده كان 83% تقريبا من الاقتصاد المصري، الوقت 23%. مين اللي خدهم؟ الثلاث جهات دول، الثلاث زوجات الاخرى غير شرعيه. فهو بيقول زود دور القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني خدها هتزوده ازاي اللي هتاخد منهم؟ فهو بيقول نفس الكلام انما بطريقه دبلوماسيه، وبيقولوها على فكره مش قبل، بيقولوا الكلام ده قبل حتى مصر ما طلبت القرض. فالمره دي بقت اكثر، وانا توقعي ان هم غالبا هيوصلوا اتفاقا ما، غالبا حتى لو خدوا 20 مليار، بيقولوا معدين 20 مليار، صندوق النقد بيقول ان هو قال، الوزير بيقول ان هو قال، لن يحل المشكله، لانه بعكس اللي بيتقال في الاعلام هو عليه 100 مليار دولار لازم يدفعها خلال سنه.